السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أبى أكثر السياسيين إلا نفورا، فقد رفضوا إنهاء الفساد ورفضوا إنهاء المحاصصة ورفضوا مبدأ التكنقراط المستقل، بل رفضوا إرادة الشعب وصوته الهادر المطالب بالإصلاح وإنهاء المحاصصة السياسية والطائفية المقيتة، ولجوا في طغيانهم يعمهون يصرون على الحنث العظيم. لقد أقسموا على خدمة شعبهم وسماع صوتهم، ولكنهم استكبروا استكبارا وعثوا في الأرض مفسدين، يطلبون بقاء المحاصصة لبقاء كراسيهم ووزرائهم، ليبقى نفوذهم أعلى من صوت الوطن والمواطن وأعلى من صوت الإصلاح، آملين في ذلك ذبح الإرادة الشعبية الراغبة بإصلاح ما فسد من أمورهم، ومحاسبة المفسدين الذين تلاعبوا بقوتهم ولقمة عيشهم وحقوقهم، فهم يريدوا ليطفئوا نور الإصلاح بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الفاسدون. والشعب يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الحزبيون، فإن الشعب هم الغالبون. فمنذ أن بدأ نور الإصلاح وبصيصه بالتوقد جمعوا أمرهم ذات بينهم، وكل حزب بما لديهم فرحون. ذلك الحزب الذي يريد فرض هيمنته وسطوته من خلال المحاصصة الحزبية والسياسية، ليكملوا نهبهم وسرقاتهم كما عهدهم الشعب منذ أن أخذوا بزمام الأمور. أجمعوا أمرهم أن يصيبوا المتحزبين بعنوان التكنقراط، مضافا إلى إبقاء بعض حيتان الفساد من الوزراء في مناصبهم بعنوان تأريخهم الجهادي. وأي جهاد هذا الذي يسوغ سرقة الشعب والتلاعب بمقدراته؟ اليوم وفي جلستهم البرلمانية هذه إن وجدت قد أجمعوا على وأد الحركة الإصلاحية الحقيقية التي لا تريد انتقاما من أحد، ولا تريد كرسيا لأحد، ولا تريد مساسا بأحد. تلك الحركة الشعبية المليونية التي تعاطف معها كل الشعب إلا الذين يريدون علوا في الأرض واستكبارا. ومن هنا ليعلم الجميع أنني لم ولن أرضى بهذه المحاصصة المقيتة كأي فرد من أفراد الشعب الذين أخذوا على عاتقهم استرجاع الحقوق المسلوبة. فإني في خانة الشعب، ولن أجالس أي سياسي مهما كانت مطالبه دون الإصلاح الجذري الحقيقي. ومن هنا ليعلم الجميع أني ومن معي سوف لن نشترك في أي عملية سياسية فيها أي نوع من أنواع المحاصصة السياسية الحزبية ولو بعنوان التكنقراط، فإرادة الشعب أعلى وأهم. إنني سوف لن أسمح لهم بذلك إذا الشعب أعانني على ذلك، فهم قد خيروني بين الحكومة برمتها لتعود مرة أخرى تلك التقسيمات المذهبية والحزبية والعرقية والمساومات المقيتة والمهاترات السياسية الجوفاء التي لن يكون الشعب فيها إلا متضررا مرة أخرى. لكن ليعلم الجميع أن ثورتنا سلمية إلى النهاية، وهذا ما أزال الخوف من عشاق الفساد والمحاصصة مع شديد الأسف. لكني لا أريد تحميل الشعب ما لا طاقة له به،
فكفاه دماء وقتلا وتشريدا وعودة إلى نقطة الصفر التي قد تكون نقطة اللا عودة. نعم، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، لكن أي دم شريف هو الدم العراقي لكي أكون المسبب بفتنة داخلية شيعية أو سنية شيعية؟ وهكذا، فإن أتباع الفساد سوف لن يتورعوا عن قتل أي عراقي يريد إزاحتهم عن كراسيهم، فإن وجودهم المعنوي والمادي والحزبي من بقاء هذا الكرسي، فقيمتهم الصفر بل أدنى بدونه. عموما، فإن الشعب إذا أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وسيغير الله ما بقوم أرادوا التغيير الحقيقي، وفي كل ذلك الشعب هو المعني الوحيد لا غيره في اختيار مصيره، فإما بقاء الفاسدين والمحاصصة، وإما إسقاط الحكومة برمتها، ولا يستثنى من ذلك أحد، لكي لا تكون هناك فتنة واتفاقات خارج إرادة الشعب أو إرادة المراجع والعلماء والحكماء وذوي الرأي. فأنا اليوم أقف في خانة الشعب أيضا لا غير، وأقاطع كل السياسيين إلا من أراد الإصلاح الحقيقي بكل شفافية وصدق. أقف منتظرا الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى لتوقف زحف الفاسدين، عسى الله أن يجعل من أمرهم فرجا ومخرجا، والله ولي التوفيق إذا أراد الشعب ذلك التوفيق. ومن هنا أيضا أعلن ما يلي: أولا، إيقاف كل عمل سياسي في مفاصل التيار إلا ما كان لتأسيس ائتلاف عابر للمحاصصة فقط لا غير، على أن لا يكون بواجهة تيارية فقط. ثالثا، أن أي وزير في الحكومة العراقية سواء من التكنوقراط أو غيره هو ليس يجد أن هناك سألجأ إلى الاعتكاف في هذين الشهرين إعلانا عن الرفض الكامل لأي نوع من أنواع المحاصصة، ورفضا لعودة الفساد والمفسدين، واستنكارا للتقصير الذي صدر من بعض الطبقات الشعبية، وشكرا لمن تفاعل. خامسا، على المجاهدين الأبطال البقاء في سوح الجهاد، فذلك واجب وطني وشرعي، سائلا العلي القدير أن ينصرهم ويثبت أقدامهم. مقتدى الصدر. تفضلوا. سماحة السيد، يعني قرار الأحرار العمل سيعود لكم أعلنتم أنه عدم الارتباط بموقع سياسي. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك خطوط عامة موضوعة لهم ولغيرهم، وكل من يحب الوطن سوف يتصرف كما يشاء شعبه، لا ما يشاء سيده، ولا ما تشاء رئاساته، ولا ما تشاء ما خلف الجدران. يشوف الشعب شي يريد ويمشي عليه. هو وصل بصوت الشعب، لابد أنه يمشي صوت الشعب. السيد أعلن أنكم يعني بالتلفزيون أن كتلة الأحرار ربحت وزارة الصحة، وأنتم تفاوضون على 7 وزارات أخرى. مدى صحة هذا الموضوع وأنت الآن أمامنا تتبرأ من هذه المحاصصة؟ أنا أي وزير ما يمثلني، وهذا قلته بالهذا أنه يمثل العراق، ولم أرشح واحد ولن أرشح واحد، وسوف لن أشترك في أي حكومة سابقة ولا لاحقة. هل هناك تراجع من قبل العبادي سماحة السيد بطرح أسماء غير التي طرحت بالرئيس؟ نعم، في جلسة يوم الثلاثاء كان هناك تطور وتقدم ولو نسبي، لكن في هذه الجلسة صارت اكو خلف الجدران مفاوضات حزبية سياسية، رادوا تصير نص الحكومة تكنوقراط والنص الباقي لفلان ولفلان ومن الكتل ومن الأحزاب.
أنا هذا أرفضه رفضا تاما وباتا. وسبحان الله ما حدث من تقسيم في الآراء داخل البرلمان وخارجه، ليس هناك أي صورة كاملة عند أي جهة من الجهات، وليس هناك مشروع كامل متكامل حتى ندعم أي طرف منهم. هذا اللي يقول شلع، هذا يقول شلع قلع، هذا يقول نص وكذا، ما أعرف. بس المهم النتيجة ليس هناك توافق كما عهدنا البرلمان، ليس بينه توافق، ولذلك أنه المتضرر الوحيد يبقى منه هو الشعب. لماذا أمرتم الكتلة السرية بانسحاب الإرادة السلمية؟ الحقيقة أنا قلتها وأكررها مرة أخرى، دخول بعض الأطراف المشبوهة هذا كان أهم شيء، لأنه مثل هذا اللي يريد يتخلص من شيء يوقع باللي أشد منه. احنا أصحاب الولاية الثالثة لن يكونوا أصدقائنا أبدا، ولن نسلم لهم العراق أبدا، فهم أصحاب تجربة سابقة، قد باعوا العراق، ثلثين العراق، ولعله لو مطولين أكثر كان باع العراق كله، وراح ينباع العراق كله حبيبي. هم أنا ببشرك إيش بقى من العراق؟ هو لا سياسة، لا خدمات، لا أمن، لا كذا. والشعب يعيش معاناة وأنا شفت الخلف الجدران عايشين بملذاتهم وبشهواتهم وناسين الشعب شنو يريد أصلا. سؤال من شقين. اولا، هل هنالك اتصال مع الشخص العبادي بخصوص التغييرات؟ هذا جانب، والجانب الاخر اعتكافكم قد يفسر بانه انسحاب من العمليه السياسيه كما فعلت مرجعيه السيد السيستاني. ان شاء الله واعتكاف شهرين، انتظر ورا الشهرين الله كريم شي يصير، وراح تجيك هم يجوز عطله تشريعيه للبرلمان كلها هم يشرد وما حد يقعد هنا. واما التواصل مع الاخ العبادي موجود، لكن الاخ العبادي عليه ضغوطات كبيرة جدا، لا سيما من المحاصصيين الذين يريدون المحاصصة، وهذا الضغط يستمر ضده. صحيح هو سعى نحو الإصلاح التكنوقراطي المستقل، لكن متى تزول عنه هذه الضغوطات لعله يستمر بها، فإذا لم يستمر بها فالشعب موكول الأمر إليه. يعني المرجعية انسحبت وحضراتكم تنصحون هذا الاعتكاف، قد تنصحون الدول الممثلة. حبيبي المشكلة هذا المشروع اللي قمنا به الإصلاح كل الجهات تقول هذا من وراء مقتدى، وبما أنه وراء مقتدى فكون ما نجحه. لا وراء مقتدى ولا يحزنون. الشيئين الأساسيين في هذا المشروع هو الله سبحانه وتعالى وإرادة الشعب، ومقتدى صفر إلى هذين الأمرين. الله إذا أراد يغير ما بقوم يغيره. الشيء الثاني إرادة الشعب المفروض تكون أعلى وأجل، ما المفروض هم تبقى تيارية فقط. سيد يعني بعض يفسر جزء الاعتكاف وعدم الوضع على الكاميرا. حضرتك طالبنا التظاهرة اليومية يوم الثلاثاء على هذه الكابينة، وبالتالي ما الذي استجد حتى حضرتك اليوم تعتكف يعني ترجع للعملية السياسية؟ أنا أجبت قلت لك جلسة الثلاثاء كانت نوعا ما إيجابية. جلسة اليوم أصلا هاي إذا وجدت وانعقدت وتم النصاب بها سوف لن تنعقد، وإذا انعقدت سوف يصوتون على وزراء حزبيين سياسيين من الكتلة الفلانية والكتلة الفلانية، وهذه عودة إلى نقطة الصفر، والإصلاح إذن سوف لن يكون إصلاحا حقيقيا، فأرفضه. التظاهرات التي تدعو لها يعني من ضمنها اليوم، هل ستتوقف نهائيا منذ اليوم؟ إرادة الشعب ستستمر إن شاء الله. طيب سمحت سيد، عذرا قد يكون السؤال الأخير، موقف حضرتك من إخطاء مثلا السيد زيباري أو السيد عبد المحي قد يكونون حسب وجهة نظر الدولة يقولون أنهم ديمقراط وفادوا الشعب، فشنو المشكلة أن يفوز وسيد مقتدى رافض؟ أنت وجهة نظرك معك؟ أولا لا تجيب اسم واحد ما نخلط. الأهم من ذلك أنه لا، المفروض أنه ما يبقى ولا واحد منهم هم تكنوقراط. تلقاه مرة على النفط، مرة على التربية، مرة على النقل، مرة على الكذا، وكنا ملح وين ما تريد تحطه مو هيك شيء. ايه احسن. سيدنا في حال استمرار المحاصصون على مشروع المحاصصة غير الانسحاب او غير عدم حضور البرلمان، هل هنالك خطوات ستقومون بها مستقبلا؟ انا خولت الشعب تخويل تام، وانا معه سواء اي شيء خطوة يقتدم عليها الشعب انا وياه وبيناتهم. هل نشاهد اعتصام اخر مثل المرة السابقة؟ لا شوي اعلى نريد مو هيك شيء. هل هناك ضغوطات خارجية على شمال سيد موافق على كلام ذلك؟ لحد الان موافقة ماكو موافقة.
اولا ماكو موافقه، هو انا دا اطلع هنا انا اقول لك ماكو موافقه. ضغوطات خارجيه ولله الحمد لحد الان لا. تقريبا اكو خلينا نقول سكوت دولي عن الاصلاحات، لان ما حد يقدر يقول هاي مو اصلاحات، فلا يقدر يوقف ضد الاصلاحات ولا يقدر يوقف ويا مقتدى، فاختار السكوت لحد الان، وهذه هم فد نعمه انجحت الاصلاحات ولو نسبيا. سيدنا انت قلت قبل قليل انك يعني كتلة الأحرار سوف لن تكونوا أصدقاء لأصحاب الولاية الثالثة. شاهدنا يعني جزء من أصحاب الولاية الثالثة اعتصموا يعني مع البرلمانيين الذين رفضوا هذه المحاصصة يعني ووقفوا مع الإصلاح. موقفكم يعني من أصحاب الولاية الثالثة؟ هو المشكلة أنت ما تقدر تحكم على واحد إلا تجربه، جربناه هم يريدون ينتقمون من الرئاسات الثلاثة اللي سقطوا المالكي، يريدون يسقطوهم حتى تجي حكومة جديدة بعد أطقع من هذه الحكومة، وأمري وأمرك إلى الله. زيارة بايدن للعراق، تدري أنا أي زيارة لأي محتل أرفضها رفضا تاما، وهي زيارة مشبوهة، وأرجو من الحكومة أن لا تتكرر مثل هذه الزيارات. بما أنك سيدة أعلنت الوقوف مع الشعب بكل مصالبه، هل هذا يعني الدعوة إلى انتفاضة شعبية كبرى في العراق؟ والله تقدر تسميها هيك.